في مشهد طريف ومليء بالمشاعر، خطف شقيق لامين يامال الصغير وابن رافينيا الأضواء من الجميع. نحن نعرف شقيق يامال الصغير جيداً، لكنه هذه المرة وجد صديقاً جديداً في الاحتفالات، ابن رافينيا. رافينيا قرر أن يحضر ابنه إلى أرض الملعب. لأول مرة منحه نفس تسريحة الشعر وعرفه على أخو يامال، ومن هنا بدأت الحكاية بكل براءة. ألقى شقيق يامال بنفسه على الأرض، فركض ابن رافينيا مباشرة إلى الحكم وطلب ركلة جزاء، لكن الأجمل جاء بعد ذلك كما يفعل أخوه تماماً. رفض الصغير التمرير وركض بالكرة نحو المرمى، راوغ، تقدم وسجل. نعم، هدف صغير في احتفال كبير. ثم جاء دور ابن رافينيا، ورغم أنه لم يسجل احتفل باحتفال والده الشهير بكل فخر. تخيل فقط، بعد 15 عاماً قد نرى هذين الطفلين في صفوف برشلونة، وقد يكون لامين يامال ما يزال لاعباً أساسياً وقتها. اللحظة كانت أكبر من مجرد احتفال، كانت بداية صداقة، وربما بداية قصة كروية قادمة.